مع نهاية السنة الجميلة ديت تم إعلان قائمة منتخب مصر لكأس أفريقيا اللي جاية. والقائمة شهدت مفاجأة كبيرة جدا هقولها دلوقتي علشان لو لسه الناس ما شافتش القائمة. فهنقول كده ان حراسة المرمى احمد الشناوي محمد ابو جبل وصبحي مفيش اختلاف. سيبك دلوقتي من الدفاع، خش على خط الوسط هتلاقي عندك حمدي فتحي وامام عاشور والنني مروان عطية احمد سيد زيزو واحمد نبيل كوكا ومحمود حمادة. هتيجي عندك للهجوم هتلاقي عندك محمد صلاح مصطفى فتحي محمود تريزيجيه مرموش مصطفى محمد محمود كهربا واحمد حسن كوكا. في اختلاف على حسين الشحات ولازم يبقى موجود ومش لازم حسين الشحات حسين في كلام كتير جدا، بس تعدي يعني صدقني موضوع حسين الشحات ده ممكن اعديه يعني تمام اوكي. مرموش تريزيجيه حسين الشحات يعني فكره ماشي. الناحيه الثانيه صلاح مصطفى فتحي ماشي. حسين الشحات كان المفروض يبقى موجود، لو قائمه اكبر شويه اقول لك حسين لازم يبقى موجود، بس تمام هعديها تمام ما عنديش مشكله. الكلام دوت من وجهه نظري انا. بس تعالى بقى نرجع لخط الدفاع. خط الدفاع لو سالت في اي حد هيجي يتكلم عن قائمه منتخب مصر هيقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده، محمد عبد المنعم احمد حجازي ياسر ابراهيم وبعد كده نشوف هنجيب مين وراهم. طبعا الونش فكره ان هو ما لعبش واحنا مش عارفين المستوى عامل ازاي، وصعب ان انت تخاطر بالونش. احنا عارفين مستواه انما مش عارفين لما يرجع من اصابه زي ديت هيبقى عامل ازاي. فاركن دلوقتي الونش على جنب، خلينا نخش في ايه يعني. ده الثلاثي. هتيجي بعد كده تقول طب مين رابعهم؟ اسامه جلال. اعلن القايمه مين بقى؟ محمد عبد المنعم احمد حجازي تمام، اسامه جلال تمام، بعدهم بقى ياسر ابراهيم يا راجل، علي جبر واحمد سامي. واخد ثلاثي دفاع بيراميدز، اسامه جلال احمد سامي علي جبر، ومش واخد ياسر ابراهيم. ده انا لو واحد كده بيتفرج على كوره واتفرجت بس على ياسر ابراهيم في مباريات كاس العالم للانديه الثلاثه اللي فاتوا، ده انا هختاره. ده اللاعب ده لازم يكون موجود معايا. اللاعب ده لازم يلعب جنب منعم او حجازي، يعني هو لازم يبقى موجود. منعم اساسي، ده لازم يبقى موجود جنبه يا اما حجازي، بس ده ياسر ابراهيم ده لازم يبقى موجود. لا ببص كده، لا ياسر ابراهيم مش موجود. يعني الله يكون في عونه، بس اعتقد ده تبقى اغرب قرار ياسر ابراهيم نشوفه اصلا. اذا كان بقى تم الاعلان القايمه فهو شافها من بره، او اذا كان تم ابلاغه ان هو مش معاهم في قائمه منتخب مصر الجايه، فديت مفاجاه جدا، مفاجاه بطريقه غير طبيعيه. انا اتفاجئت يعني انت واخد ثلاثي بيراميدز الدفاعي اللي هم الثلاثه اقل من ياسر ابراهيم، واخد الثلاثه ومش واخد ياسر ابراهيم. الموضوع مفاجاه كبيره جدا جدا جدا. ومع احترامي احمد سامي وعلي جبر، انا من وجهه نظري ما يجوش في ياسر ابراهيم الحاجه الكبيره. انا بتكلم كده من وجهه نظري، واعتقد ان هلاقي نسبه كبيره جدا متفقه معايا في الكلام دوت. انا عايز اسمع رايكم انتوا، ورأيكم يهمني. جايز اكون مخطئ مش عارف، بس انا فعلا عايز اسمع رأي الناس، يعني ما اعتقدش الموضوع ده حاكني بجد. عارف اللي هو الضحك اللي هو بجد، عارف اللي كده، هي ده اللي انا ضحكتها اول ما شفت القائمه. والله العظيم ياسر ابراهيم مش موجود في قائمه منتخب مصر. انا مش هتكلم يعني مش هتكلم بعد الكلام اللي انا قلته، انا اتكلمت كتير. فعايز اعرف رايكم في موضوع قائمه منتخب مصر واستبعاد ياسر ابراهيم من القائمه وانضمام ثلاثي بيراميدز علي جبر واحمد سامي واسامه جلال.